لو جالك ضيوف على غفلة ومفيش عندك في البيت غير صدر فرخة واحد بس، وعايزة تعملهم أكلة كده تشرفك، أنا هقولك تتصرفي ازاي. صدر الفرخة ده أنا هخليكي تضاعفي الكمية بتاعته وكمان هيفضل منها. هنقطعه كده زي ما انتوا شايفين شرايح، وبعدين هنقطعه قطعة كده. المهم القطعة دي ما يكونش حجمها تخين علشان تستوي معانا بسرعة. خلاص كده قطعنا صدر الفرخة كله، هنحطه في طبق وهنبتدي نتبله دلوقتي. دي خلطة السبع بهارات اللي احنا عاملينها مع بعض على القناة. عايزة اقول لكم الخلطة دي ملعقة بس منها كفيلة ان هي تغنيكي عن اي تتبيلة تانية او اي بهارات تانية. المهم هناخد ملعقة ونص، الملعقة دي صغيرة على فكرة، وهنضيفها على صدر الفرخة ده. وبعدين هنضيف شوية ملح، وبعدين هنضيف ملعقة كبيرة من الهريسة. الهريسة دي برضو اللي احنا عاملينها مع بعض على القناة. لو مش عندك هريسة خلاص ممكن تستغني عنها، لان كده كده احنا هنضيف ليها فلفل بعدين. كمان ضفت ملعقة كبيرة ونص من الزيت علشان صدور الفراخ تبقى طرية كده وجوسي معانا. هنخلط الحاجات دي كويس مع بعض، وانا نسيت اضيف عصرة نص ليمونة فضفتها دلوقتي، وهخلطهم كويس جدا مع بعض. هسيب الفراخ في التتبيلة دي تتشرب كده شوية منها لغاية ما نعمل الخطوة اللي بعد كده. عايزين نضاعف كمية الفراخ، هنعمل ايه؟ انا جبت بطاطساية وقشرتها وغسلتها وبعدين بشرتها، ولازم نعصرها كويس جدا من المية اللي فيها علشان ما تبقاش مطبوخة كده او معجنة مع الفراخ. انا عصرتها كويس جدا جدا. بعدين هنجيب بصل، انا استخدمت 3 بصلات كبار. انا عارفة ان انتوا هتقولوا البصل غالي، بس برضو مش هيكون بنفس سعر الفراخ، فاحنا بنزود في الخضار علشان نزود كمية الفراخ. كمان قطعت ال5 فلفلات دول، لو حابين تزودوا او تنقصوا في الحاجات دي طبعا براحتكم. قطعتهم بالشكل ده. رحت على البوتاجاز وجبت الطاسة وحطيت فيها البصل في الأول. والبصل اول ما يبتدي يدبل كده ويبقى ذهبي خفيف خالص كده، بنجيب صدور الفراخ اللي احنا قطعناها بالتتبيله الجميله كلها دي بالبهاريز اللي فيها، وهنضيفها على البصل. وفي الاول احنا ما بنقلبش كتير علشان الفراخ ما تنزلش الميه اللي فيها. وبعدين لما تتشم على ناحيه بنقلبها كده على الناحيه التانية، وبنقلبها لما نحس ان قطع صدور الفراخ دي كلها اتشمعت كده وبقت تمام. هنضيف المكون اللي بعد كده اللي هو الفلفل الاخضر. هنقلبهم كويس، وفي الوقت ده انتوا هتشموا ريحة رهيبة جدا جدا. بعد ما نقلب الفلفل مع الفراخ والبصل مسافة دقيقتين بس، بنضيف البطاطس. وانا حسيت ان كمية البطاطس دي قليلة، فبشرت بطاطساية تانية علشان الكمية برضو تزيد معانا ويبقى فيها بركة. فكده انا استخدمت بطاطستين. اهم حاجة بس نعصر البطاطس من المية اللي فيها. طبعا ضفت توابل تانية علشان انا زودت البطاطس. هنقلبهم كويس كده على النار. مش بتاخد وقت كتير على فكرة. بعدين انا زودت كمان شوية فلفل اسود علشان انا بحب الفلفل الاسود في تتبيلة الفراخ او اللحمة. خلاص كده الفراخ استوت وبقت زي الفل. دلوقتي هنبتدي نعمل عجينة الكريب. انا استخدمت 4 كوبايات من المادة السائلة دي. ممكن بقى كوبايتين حليب وكوبايتين مية، او كوباية حليب و3 كوبايات مية، او لو مش عندك حليب خالص ممكن تضيفي 4 كوبايات مية وتضيفي ليهم 3 ملاعق كبار من اللبن البودرة وتقلبيهم طبعا. وبعدين هنستخدم الخلاط او الكبة، اي حاجة تنفع. بعدين ضفت 4 كوبايات الا ربع من الدقيق، وملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر، وملعقة ونص زيت، وبيضة واحدة بس. وكمان ضفت فلفل اسود، وهضربهم كويس جدا كده مسافة دقيقتين، يعني اضربوهم كويس. وبعدين هنصفي الخليط ده لربما يكون في حاجة متكتلة او اي شوايب. وبعدين يعني يفضل ان احنا نسيبه يرتاح كده 10 دقايق. بصوا الخليط بنعرفه كويس ازاي، ده القوام المثالي بتاعه. بصي لما تعملي علامة كده دي هتلاقيها يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب الطاسة بعد ما سبت الخليط يرتاح 10 دقايق، يا دوب بضيف فيها مسحة بسيطة جدا جدا من الزيت. ما تكتريش الزيت عشان ما تغلبكيش وانت بتشكليها. هحط الطاسة على النار مسافة نص دقيقة بس، يا دوب تدفى، ما تستنيش لما تسخن. ما ينفعش نحط العجينة دي في الطاسة وهي سخنة، هتتكتل في النص مش هتعرفي تفرديها. اول واحدة في الكريب طبعا احنا بنبقى بنتعلم فيها، فهي بتطلع يعني نص نص كده، او لو طلعت كويسة يبقى حظك كويس. المهم اول ما تبتدي تفصل كده من الجناب، بنبتدي خلاص لما تاخد لون على ناحية نقلبها على الناحية التانية، وهنستنى لما تاخد لون وبعدين هنطلعها في الطبق. في الاول النار بتكون عالية، وبعدين بنهدي النار، ما بنخليش النار عالية طول الوقت. المرة التانية لما نضيف الكريب بنشيل الطاسة من على النار ونسيبها ترتاح او تهدى نص دقيقة. لو حطيتي العجينة دي في الطاسة وهي سخنة هتقفش في النص، والعجين مش هتعرفي تفرديه براحتك، هتلاقيه مسك كده في النص.
المهم طبعا بعد كل كريبايه احنا بنديها مسحه زيت بسيطه جدا، ما تكتروش الزيت. وبس كده بنكمل كل كميه الكريب بنفس الطريقه دي، حاجه سهله جدا جدا. الطاسة دي مقاس 24، عملت لي حوالي 14 كريبة. هو ده شكل الكريب. بصوا بقى كله بنحطه فوق بعضه كده فبيبقى طري وزي الفل. انا ما غطيتوش على فكرة ولا اي حاجة، لان الكريب لما بيتحط فوق بعضه كده بيحتفظ بطراوته. دلوقتي تعالوا نعمل اسهل طريقه للبشاميل على البارد، وهو البوتاجاز مطفي، يعني لسه ما ولعت عين البوتاجاز. هضيف في الطاسه كوبايتين حليب و3 ملاعق كبار دقيق وربع ملعقه ملح وملعقه صغيره سكر وبشره من جوز الطيب. ولو عندك فلفل ابيض ممكن تضيفي شويه، لكن انا ما كانش عندي فضفت فلفل اسود. هنفضل نقلب فيهم كده وما نرفعش ايدنا من التقليب علشان ما يتكتلش. طبعا اهم حاجه يكون عندنا المضرب اليدوي ده. وفي الاخر خالص خالص كده بنضيف ملعقه صغيره من السمنه، ولو حابه تضيفي ملعقه كبيره سمنه هيكون احلى واحلى طبعا، بيكون طعمه غني وزي ما نكون حاطين فيه كده قشطه. خلاص كده البشاميل خلص معانا، وعندنا الكريب وعندنا الحشوه. الحشوه زي ما انتم شايفين انا عاملاها من فتره، ولا اتكتلت ولا مسكت في بعضها ولا اي حاجه. بصوا الكميه كبيره وفيها بركه، يعني انا هستخدم نصها والنص التاني هخليه على جنب. هنجيب الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها وهندهنها بالسمنه، يعني ادهنوا الجوانب كده والارضيه. هنجيب اول واحدة كريب وهنحط فيها الحشوة من جوه كده، وهنربط عليها كده ونشد عليها واحنا بنربط، وبعدين هنرصها في الصينية. الطريقة التانية اللي احنا هنعمل بيها الحشوة، بنضيف الحشوة وبعدين بنضيف عليها شوية من البشاميل لو انتوا حابين يعني، ودي بديل الموتزاريلا. وبعدين بنرصهم بالشكل ده، ولسه فاضل معايا من الحشوه، والحشوه التانية زي ما انتم شايفين عشان تصدقوا بس ان الكميه كبيره وفيها بركه. جبت صينيه اصغر منها وبعدين قطعت الجزء اللي فاضل كده نصين عشان يبقى شكلهم برده مختلف. شايفين ده اللي فضل من الحشوه بتاعتنا. طبعا بنحطه في كيس ونشيله في الفريزر ونستخدمه في اكلات تانية بعدين. بنضيف البشاميل على الوش كده وبنرتبه كويس، وبرده الصينيه التانية هضيف عليها البشاميل من فوق وبنسويهم كويس. ولو حابه تضيفي موتزاريلا اوكي، لو مش حابه تضيفي طبعا دي خطوه استثنائيه خالص. انا بحب اضيف طبعا عشان زي ما قلت لكم كان في ضيوف جاي لي، لكن لو ما فيش ضيوف عادي ممكن ما اضيفش على فكره. هي كده كده الاكله دي طعمها اصلا خرافه، طعمها يعني مش عارفه اقول لكم يعني هو حلو قد ايه، حاجة كده لذيذة جدا جدا جدا. المهم أنا دخلته في الفرن على درجة حرارة 180، بياخد في الفرن حوالي تلت ساعة، لأن كده كده كل الحاجات بتاعتنا مستوية وزي الفل. بعد التلت ساعة أنا ولعت له الشواية وأخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى شايفين الطراوة قد ايه هو طري ولذيذ وجميل وما بيمسكش في الصينية على فكرة، علشان احنا دهنينها. الحشوة لذيذة جدا جدا. عايزة اقول لكم ميكس البطاطس مع الفراخ مش هتحسوا اصلا ان في اي حاجة مع الفراخ. الحشوة دي رهيبة رهيبة رهيبة. انا نفسي تعملوا خلطة السبع بهارات بتاعتي دي، فعلا فعلا بتودي اي اكلة في حتة تانية خالص. عايزه اقول لكم الكانيلوني من اجمل واروع الوصفات اللي ممكن تعملوها في حياتكم. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير للفيديو. بكره باذن الله نتقابل تاني مع وصفه جديده على مطبخكم، مطبخ ناهد فاروق. بحبكم جدا.